الاهلي يعمل ايه امام بورتو؟ من وجهة نظري الاهلي لازم نكسب الماتش ده طبعا، يعني ايه مفيش فصال في الكلام ده. من وجهة نظري التشكيلة احنا كده كده اصلا، يعني تتفق معايا بنسبة كبيرة ان احنا ما بنلعبش بباكات اصلا، ولا باك يمين ولا باك شمال. فانا كده كده بالتشكيلة مش هحط باكات اصلا، العب من غير باكات. من وجهة نظري نلعب بالشناوي زي ما هو، نلعب قدام بتلاتة، نلعب ياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام، وقدامهم هيبقى مثلث، وقدامهم هيبقى حمدي فتحي. يعني يبقى تلاتة كده ايه، قدامهم حمدي فتحي، هتلعبوا سواء على خط واحد او حمدي فتحي هيبقى قدامهم. هنلعب قدام أربعة ديانج، محمد بن رمضان، ناحية اليمين حسين الشحات، ناحية الشمال زيزو، وقدامه تريزيجيه ناحية الشمال، وناحية اليمين هيلعب بشرف بن شرقي، وقدام وسام أبو علي لو هو جاهز، لو مش جاهز جاريت شار. فدي من وجهة نظري لو عايزين نكسب احنا ايه نلعب بالماتش ده، واحنا كده كده الشوط الاولاني بنبقوا فايقين شويه، الشوط التاني بنضيع، فالشوط التاني نستغل الشوط الاولاني نحاول نسجل فيه، والشوط التاني نبقى ندافع ان شاء الله. يعني ايه هتعرف ايه تدافع شويه. ده من وجهة نظري ده التشكيل اللي انت هتلعب بيه الاطراف. هتقول لي بن شرقي بيلعب ناحيه تريزيجيه، بن شرقي اشول، فالقى الناحيه اللي احسن له هتبقى ناحيه اليمين عشان يبقى ايه هو رجله قريبه للجون. ممكن لو هو ما استريحش هيبقى هو وتريزيجيه بيبدلوا مراكز مع بعض. هتقول لي مين صانع الالعاب؟ صانع الالعاب اللي هيقوم بالدور ده محمد بن رمضان، هيزيد شويه يبقى بين جنب ديانج، ويزيد سنه في الهجمات. ده من وجهة نظري. وطبعا زيزو وتريزيجيه شفناهم في الماتشات هما الاتنين بيلعبوا في نفس المكان اصلا. فده وحسين الشحات هيساعد اشرف بن شرقي ناحية اليمين، فيبقى عندنا جبهات الطرفين هيشتغلوا. واحنا كده كده متفقين ان احنا مش بنلعب بباكات اصلا، ما عندناش باكات دلوقتي حاليا موجودة. فده من وجهة نظري والتركيز. وطبعا بورتو هيبقى عايزة تنزل تكسب، فالماتش مش هيبقى سهل، ومش هيبقى فيه سهولة زي الماتشات اللي فاتت. هم هينزلوا برضو يهاجموا، دي آخر فرصة ليهم. هم كده كده خارجين، كده كده احنا الاتنين خارجين من البطولة، فنخرج بقى بشرف. هم عايزين يخرجوا بشرف واحنا عايزين نخرج بشرف، فده لازم نعمله. فلازم التركيز في الماتش واللعيبة تركز بغض النظر على كل اللي حصل في البطولة. بس خلاص اللي حصل حصل، لازم تركز وتطلع بالبطولة بأقل الخسائر. اكسب ماتش واحد يبقى شكلك كويس، وتستفيد ماديا، تاخد لك 2 مليون دولار، فتبقى ايه الدنيا ظبطت، والجمهور ما يبقاش حزين قوي. فده من وجهة نظري. طبعا هو شكله مش هيعمل حاجة من اللي انا بقولها، وهي ربنا يسترها.